هكذا يسأل قلبي كلما طالت الأيام من بعد الغياب، فإذا طيفك يرنو باسما وكأني في استماع للجواب. أولم نمضي على الدرب معا كي يعود الخير للأرض اليباب، فمضينا في طريق شائك نتخلى فيه عن كل الرغاب. بسم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين آمين. بحبكم في الله. أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا بأفضل حال جميعكم. يا صباح الفل على عيونكم، يا صباح الطاقة، يا صباح النشاط. مشروب الطاقة الفعال كويس جدا جدا جدا. مشروب اللي أنا هعمله للطيور ده، طبعا كلنا الخرشوف كل سنه طيبين طالعه بقى زي الفل. وده الزغنطوط ده الواحد بجنيه، وكنت جايباه معاكم في فيديو المشتريات فعادي خالص، ال5 ب5 ماشي تمام. طبعا هنقطفه وناكله وكل حاجه، وهيتبقى ده اوعي 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 ترميه، اوعي تهدريه، اوعي تستغنى عنه، اوعي تفرطي فيه. عندك يبقى شيليه واعملي الوصفه دي. المشروب ده للطيور فوق الممتاز، صدقيني في الجو ده كمان حلو جدا جدا جدا. كل ما عليكي ان انت هتجيبي الخرشوف زي ما قلت لك كده كده كده، هتاكليه بالهنا والشفا، القشر بتاعه ده ماشي اهوت. طبعا بناكل منه وبيتبقى ده هيتسلق ماشي، يتغلي كده غلوتين 3 معاه ليمون اهوت. الليمون بقى زي ما انتم متعودين معايا، الليمون اللي هو ايه قرب يبوظ عندك، او الدبلان، او اللي هو معطب، او اي حاجه مفيهوش ادنى مشكله، هيتغلي برضه عليه. يا اما لو ما عندكيش ليمون زي برضه ما انا معوداكوا، ده قشور البرتقال او اليوسفي احنا بننشفها وبنجففها وتبقى هي ما شاء الله زي الفل. وكده كده بنولع الفرن او نعملها نحمصها على البوتاجاز اهيت ما شاء الله حلوه. يتغلي برضو معاه، يبقى رافع مناعه ممتاز، مشروب الطاقه ممتاز، مضاد للاكسده ممتاز ممتاز ممتاز. طبعا ده كله حديد، الخرشوف ده كله حديد، والليمون برضو مضاد حيوي طبيعي، يبقى رافع مناعه ومضاد حيوي طبيعي. اللي انا بقول لكم عليه بدل ما تجيبوه من البيطري، لا تعملوه في البيت وانتم مطمنين. على فكره الخرشوف ده بيصدر ويتعمل منه ادويه كتير زي ما احنا عارفين، وادويه كلها طبعا خاصه بالكلى والكبد والكلام ده والقلب، يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا هو مشروب الطاقه فعال جدا جدا جدا. بعد ما نسلقهم بقى احنا هنديهم غلوتين 3 بالكتير قوي، هنهديه كده وايه ونحليه بالعسل الاسود. يبقى حديد في الخرشوف وحديد في العسل الاسود ومضاد حيوي في الليمون او قشور البرتقال او اليوسفي. يعني وصفه كده من النهايه ببلاش 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 ببلاش. بغلي الميه بس وهحطها زي ما انتوا شايفين كده. وادي ايه الليمون اتعصر ماشي، وبحط اهوت. وطبعا الميه كده كده بتبقى لازم تغلى الاول غلوه مع نفسها او غلوتين، وبعد كده غلوه بالخرشوف عشان ما يطولش ماشي تمام. بسم الله. نجيب بس حاجه ايه كده عشان نقلب بيه اهوت، يهدى بقى مع نفسه عبال ما اجيب العسل. وادي العسل الاسود اهوت ماشي. وانا جبت ايه كسرولة تانية بالمصفى بتاعتها، اصفيه بقى ونحليه بالعسل. بسم الله. اهوت بقطع الليمون بكل حاجه. شايفين بقى لونه غامق ازاي؟ كل الحديد هينزل في الميه دي، والليمون كويس جدا 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 مع العسل الاسود كمان. اقول لكم ريحته فائقه اقسم بالله. على فكره المشروب ده صحي جدا حتى للانسان، حلو قوي خاصه على معده فاضيه. بسم الله. هو سخن كده عشان ايه العسل يدوب فيه. بسم الله. مشروب الطاقة. شايفين العسل الاسود؟ عودوا طيوركم عليه، هتلاقوا حتى لحمها معسل
لحمها كده معسل 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 جميل، وكلها ما شاء الله وكلها فيتامينز وكلها حاجات نظيفة، وانت مربية في البيت على ضمانتك. قلبوا بقى وندخل له. وادي عملت لهم الاكل اهو. طبعا حطيت خلطة العلف على اكل البيت، ماشي. بواقي الاكل كله مش بنرميه ومش بنهدره، بالعكس ده بيبقى مفيد جدا. وخلطة العلف مع اي خضرة بقى، مع اي بواقي اكل ان شاء الله، اي حاجة عندك، حتى لو ما عندكيش اي حاجة قطع عليها بصلتين، ماشي، زي ما تقطع لي الطبيخ كده وحطيها، هتبقى بسم الله ما شاء الله، هتبقى وجبة متكاملة غنية جدا 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 بكل حاجة ومضاد حيوي، وخاصة في الجو ده الشتا طول يا جماعة، فلازم نهتم بالطيور بالله عليكم. وادي المية اهي. طبعا كان عندي بواقي الخضرة والكلام ده برضو ايه، وانا بعمل كده حطيت فيهم شويه الشبت يعني والبقدونس والكلام ده، تمام. برضه هو بيبقى مفيد جدا جدا جدا. اي خلطه عندك حطيها، بس اهم حاجه لازم تغذيهم وتنميهم وتهتمي بيهم كويس جدا. وكل ما تغذي الحاجه كل ما تهتمي بيها كل ما تلاقيها. هم بسم الله ما شاء الله هم بدأوا يقبلوا على الاكل، لانهم اصلا كده كده احنا بنجوعهم، لازم تجوعيهم ساعتين في اليوم او اي حاجه. البط البلدي، الحاجه البلدي، الفراخ البلدي، البط البلدي، الوز البلدي، اي حاجه جاريني ولا تغديني، تمام. لكن بالنسبه للبط الشرشي او البكيني او الفرنساوي او ايا كان بقى الاسماء، كل بلد على حسب المسمى بتاعها، زيه زي الفراخ البيضاء، بتحب الاكل دايما قدامها برضه يبقى ساعه ولا حاجه. لكن ده ما بيهتمش بالاكل على قد ما بيهتم بالخضره والتمشيه في المكان. فلازم يكون في مكان، لازم انت اصلا تبطلي عنهم الاكل، ولازم انت برضو تعوضيهم بالاكل. الحاجه هنا بسم الله ما شاء الله، والشمس بدات تطلع والجو بدا يتعدل الحمد لله، والحاجه زي الفل. طبعا الوز اهم حاجه عنده الميه، بيحب يغوص ويلوص في الميه، وما شاء الله الوز اهوت شكل كده ان شاء الله هذبحهم على رمضان او حاجه، مش هبقيهم لا، ما شاء الله يعني هم بقوا وافيين وحلوين. ودكور البط اهي زي ما انتم شايفين الناس اللي بتسالني عليها، تمام. الاكل غديهم قبل ما تغذيهم. يعني ايه تغديهم؟ يعني لازم تجوعيهم، بعد كده تحط لهم وجبه غدا او وجبه فطار ايا كان، بس لازم يكون في جوع شويه عشان يعرفوا يهضموا الاكل ويعرفوا الفرق بين الجوع والشبع. انا بحبكم جدا في الله، استنوا ان شاء الله فيديوهات جديده وجميله زيكم، والسلام عليكم.